مستنيين ان انا اقول لكم تجربه وحشه، هي تجربه وحشه من غير سلام. بيلا جايب صواني السويسي وهيعمل اللي عليه. انا هم عاملين صينيه باسم السويسي بالصفه بتاعته. شفته برضه هو بيحط القرن بيقول لك دي السويسي. استنى يا عم شفتوا يا جدعان عمرو بيلا وهو بيقيم صواني السويسي كلها اللي عند شيرين بزون وعند بهيج؟ عمرو بيلا هيقيم الاتنين دول مع بعض. ما شفتش الفيديو؟ تعال نشوف مع بعض. بس قبل نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ومعاكم عبدو نينجا ويلا بينا. وانا بقالي بقى تيك توك يا جدعان لقيت عمرو بيلا جايب صينيتين السويسي من شيرين بزون ومن بهيج، فانا هجيب لكم فيديو عمرو بيلا وهجيب لكم رد السويسي عليه. بس انتوا بس تتفرجوا الفيديو للاخر. يا ريت توصلوا ده 500 لايك. يلا بينا. مستنيين ان انا اقول لكم تجربه وحشه، هي تجربه وحشه من غير سلام. بيلا حضر، بيلا جه، بيلا جايب صواني السويسي وهيعمل اللي عليه. مصر كلها عملت صواني للسويسي، شيرين بزون وبهيج. هنشوف ونقول الدنيا فيها ايه. صينيه بهيج او صينيه شيرين بزون، هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. صينيه شيرين بزون عامله 600 جنيه. يابا بسم الله. يا هاني هاني خايف عليكم يا جماعه، حاطط لكم ورق عشان الورق الالومنيا على طول بيعمل اكسده مع الاكل وكده، فخايف عليكم حاطط لكم ورق يعني صارف ومكلف. وبهيج شوربه بهيج ورغيفين عيش وشويه معالق. ودي صينيه بهيج وده الريسيت بتاعها. صينيه بهيج بكام؟ ب 400 جنيه غير الدليفري. طيب شوف ايه الفرق ما بين الصينيتين ونقول ايه الفرق ما بين الصينيتين دول، الصينيه دي والصينيه دي. نفتح ونسمي. بسم الله. دي تعالى كده يا ايمن، تعالى النبي الله يبارك لك. انا عاوز اعرف ايه ده. هو الصينيه اسمه صفه ولا ايه؟ يعني هم عاملين صينيه باسم السويسي بالصفه بتاعته. عجباني. لا صينيه بهيج تكسب النهارده. صينيه بهيج تكسب. طيب صينيه بهيج حاطين فيها جمبري. طب انا معلش انا ما بحبش الاشتغالات دي يعني، معلش خلي الجمبريه كده بس عشان تبقى باينه يعني. تمام. حاطين فيها 4 جمبريات وسيخين فيليه وقطعتين. ايه ده؟ هم ايه حاطين الكابوريا من غير ده والله حاطين الكابوريا فاضي. لا يا عم حاطين الكابوريا تحت. عاجبني دول بالظبط. انا بصراحه عاجبني دول. انا خلاهم له في المقدمه كده والله مفاجاه. هو في كده. طيب بسم الله هندوق الكابوريا ونشوف. لا بس صارفين ومكلفين النهارده. بسم الله. انا اول مره اكل كابوريا مسخه، والله الكابوريا مسخه ورب الكعبه مسخه ما بكذب. طيب نجيب الكابوريا قصاد بعضيهم. ماشي بعد اذنك انا عايزك تصور لي بس الايه شكل الصواني الاول، يعني صور لي شكل الصواني، بتكلم جد والله. دي صينيه هاني فود ودي صينيه بهيج. طيب دي جمبريه بتاعت بهيج ودي جمبريايه هاني فود. بتاعت هاني فود كبيره وبتاعت بهيج صغيره. الصينيه ككل بتاعت هاني فود كبيره وبتاعت بهيج صغيره. طيب نشوف السمك. خلينا نخلص صينيه. صينيه بولتي، سمكه بولتي عاديه جدا
ماشي. صينيه دهيجه اهي ما بتخرمش، والله ما بتخرمش. نشوف بتاعت هاني فود بتخرمش. الاتنين على الله ان شاء الله. ماشي. طيب خلينا نشوف الطعم. دي منظر الجمبريايه بعد ما شلت الراس والديل. دي منظر الجمبريايه بعد ما شلت الراس والديل. افهم. والنبي خلي القرنين بتاع السويسي دول كده موجودين كده، عشان انا عجباني اللقطه دي. والله الجمبريه بتاعته ما عاوزه تتبلع. يعني استغفر الله العظيم يا رب، مش بنعم في الاكل والله يا جماعه، بس انتوا لما تعملوا حاجه للناس يعملوا حاجه بما يرضي الله، وادوا الناس قيمه مقابل سعر. الصينيه ديت لو انا نزلت اشتريتها من سوق العبور على المنظر ده كده ما تعملش معايا 150 جنيه. طيب ننقل الناحيه الثانيه. عندي شريمب زون. شريمب زون عامل صينيه بيتميز بالشكل الكويس، ولكن الفكره في الطعم. طيب دي صينيه شريمب زون. ادي شلنا الراس ونشيل الديل. ادي شلنا الراس والديل بتوع بهيج. ماشي. دي الصينيه بتاعت دي جمبريايه مقارنه بالجمبريايه الثانيه، يعني الواضح الفرق واضح. طيب ندوق بس الطعم الاول. دي 8 600 جنيه ودي 8 400 جنيه. بالشكل انا ادفع في دي 600 جنيه، ولكن في دي ادفع فيها 15 جنيه. ليكم مفاجأة عندي بكره، هعمل لكم حلقة كاملة للسويسي طلع يشتم في عمرو بيلا. هنا بس خلوه بس القرنين بتوعه بس كده، عشان ما ما اقولش انت جيت عليه في القرون بتاعته. طيب عايزين اقول لكم الصواني فيها زفره، والله فيها زفره وانا بقسم بالله. بسم الله. دي السلطات اللي جايه مع هاني. والله جايب لنا سلطات كتير قوي. يعني هاني جايب لنا سلطات كتير قوي. يعني تخيل كل السلطات دي جايه مع اوردر واحد. ده في واحد تاني جاي ده متوصين بيا والله. لو عارفين اللي ده جاي لي هنا، تصدق هو برضك هاني حاطط قرنين بس حاططهم بره، مش حاططهم في قلب الصينيه، حاططهم مع الخضره. والله لا افتحها. بس بامانه والله انا بكلمكم انا بقى كفود بلوجر، تمام. حته الورق دي لما بتتحط بعيد عن الالومنيا لما بتلمس الاكل على طول، والله العظيم اقسمت بالله دي كارثيه، لان دوت مضاد للاكسده، بيحط الاكسده كتير على الاكل او الكلام ده كله، وانتوا تقدروا تتكلموا. لكن الورقه دي لما بتحطوها بتفرق كتير. حتى لو بصيتوا على المطاعم المحترمه الكبيره هتلاقي فرشين الورق الزبده ده قبل الاكل، فدي حاجه تتحسب لهاني بامانه. ماشي. وكالعاده انا اكتر حاجه بتعجبني عند هاني البرتقال. لغايه كده عايز اقول لك هاني ظبط مطبخك اكتر من كده هاني، عشان خاطر ربنا يكرمك وعشان خاطر ما تجيش على الناس. والصينيه دي 600 جنيه كتيره يا هاني. الصينيه دي تعمل 200 300 جنيه، دي تعمل لها انت حوالي 120 جنيه. اكتر من كده مفيش. حرام. الناس بتشتغل، المطاعم بتشتغل الناس، فما تشتغلوش الناس بعد اذنكم، وخليكم في اكل عيشكم وراعوا ربنا سبحانه وتعالى. في واحد اسمه فارس الطماوي، ماشي، ده ماسكني سلخ. وفي واحد تاني طالع كده، خليك في النسوان اللي انت بتطلعها، اسمه محمود الزبال او محمود النملاوي او حاجه زي كده، يعني ما اعرفش، يعني هو بيجيب نسوان كده. فخليك معلش، خليكوا في النسوان اللي انتوا بتطلعوها، ابعدوا بعيد عني عشان خاطر ربنا، عشان انتوا لما تنكشوني انا هطلع اتكلم كلام يزعلكم. فبلاش ما تاخدش فيديو وتعمل عليه بروباجندا وتهيص. انتظروني عشان انا جاي السعكم من غير سلام. جيلا جاب الصواني بتاعتك يا سويس. شفت الفيديو يا صاحبي؟ وشفته برضه هو بيحط القرنين بيقول لك دي السويس. لا بس انا عمري ما بعرض للقمه اكل عيش، انما انت بني ادم بتعرض عشان تاكل عيش، بتعرض وبتغلط. بس انت حظك ان انت عايش في مجتمع، عايش يا احد شوف نجاحها في مجتمع ما بتجيش الا على الغلبان.
من قيمه فتره كان في بنت غلبانه قالت لفظ خارج كان يحبسوها عملوا عليها قواض وكل حاجه. انت بقى ثبتني بدل المره 4 مرات وفي مكتب محامي ومفيش حد عارف يعمل لك حاجه. بس اوعدك يا عمرو يا جله وحياه من خلاني على وجه الارض ما انا سايبك الا لما اخد حق منك تالت ومتلت وعن قريب. زي ما انتوا كده سمعتوا عمرو بيلا ده يا جدعان اي حاجه بيديها صفر. فهو ما بيقيمش، وبالعكس هو بيعمل ايه، حاسس هما بيعملوا دعايه. حاسس ان المحلات دي متفقه مع عمرو بيلا اللي هو يعمل كده قصد عشان الناس تروح تجرب في المحل بتاعهم، وفي الاخر بيكسبوا في الاخر. يا جدعان احنا المغفلين، واحنا اللي بنسمع للناس دي وبنعمل لهم قيمه علشان نروح نجرب محلات زي دي ونصيطهم ونروح نديلهم فلوس. فهم بيعملوا دعاية لنفسيهم، بس هما لعبوها صح، احنا بس الأغبياء. معايا ولا مش معايا في الكلام ده؟ أنا طبعا يا جدعان فهمت الكلام ده متأخر. فهمت إن عمرو بيلا ده متفق مع هاني فودة ومتفق مع بهيك، بس متهيألي مع هاني فودة أكتر. بهيك مش قوي صراحة، لعبوها صح. لو عجبكم الفيديو متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ومعاكم عبدو نينجا، ونشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.